أسوأ مغني رجع نزل فيديو عم يرد علي، وانا والله يا جماعة الخير ما كنت حابب انزل انه خلص القصة خلصت، بس انه هذا الشخص ما راح يخلي القصة تخلص هيك بهالبساطة. وانا لكون صريح معكم، اي شيء عاد بينزله هذا الشخص عني انا راح ارد عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اس واي بي از باك. رجعنا لكم اليوم يا جماعة الخير مقطع رح نرد فيه على هذا أسوأ مطرب، مدري بكل شيء سيء، هو مو بس بالغناء. عامل فيديو على اليوتيوب، العالم عم تبعت لي على الخاص وجاني منشنات على التيك توك، بس طلع الفيديو الاصلي هو باليوتيوب، بس انه ناشر مقاطع على التيك توك. فرح نفوت على اليوتيوب هلا ونشوف المقطع شو قاعد عم يحكي عن الزلمه. بس قبل ما يبدا هذا المقطع يا جماعه الخير، اللي مو حاط لايك يحط لايك، اللي مو مشترك بالقناه يشترك بالقناه، ما ضل شيء نوصل 50,000. وشكرا لكل شيء عم تعملوه بالقناه يا جماعه الخير، ثانك يو فيري 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 ماتش. وبس هلا خلينا نبلش بالفيديو. اوكي، قبل ما نفوت على الفيديو شوفوا لي على هالصوره اللي حاطه، يعني هي الصورة يعني انت رحت على اليوتيوب هلا مشان تفاعل مشان كل شيء، يعني تمام انه اليوتيوب احسن من التيك توك، بس انه شو هالصورة هي؟ يعني انه الشرع محل الاربعة، يعني انه انت عم تحاول تقصف، يعني ما بعرف شو عم تحاول تعمل انت. ترى يا جماعة الخير هذا الشخص عنده مشكلة بالردود، يعني ما بعرف ايش ردوده، انا ما بعرف قديش عمره هو، بس انه مو مبين عليه صغير. يعني انت شو مارر بحياتك؟ مين العالم اللي معاشرهم؟ شو الشيء اللي عشته بحياتك لحتى هيك ردودك؟ بعدين حاطط 4 من اللي انتقدوك وكاتب الشرع بحل الأربعة. قسما بالله دول 4 ما يجي يمسكك واحد منهم بس لحتى يحطك محمد الله يرضى عليك حبيبي، هي مو ردود، يعني هي الشرع ومرتي انت وانثوي ومدري شو، هذا والله مو ردود. انا قسما بالله مو لانه هالحكي جاي لإلي، بس والله مو ردود. شو الشرع محل الأربعة؟ طيب ما بدي اركز كثير على الصورة، خلينا نفوت بالفيديو. طبعا انتوا مش متعودين عليا اصور النوع ده من المحتوى، بس في فيديوهات كتير قوي اتعملت عني الفترة الاخيرة، وبصراحة ما كنتش مهتم ارد، بس واضح ان هم مصممين. لا انت كثير مهتم، والله انت كثير مهتم ترد. يعني هذا الكلام اللي على اساس بدك تضحك على عقل العالم، يعني لا تعمله انه انا ما مهتم رد وما كنت بدي رد ومدري شو وهن مصممين. لا انت بدك ترد. اني ارد وردي مش هيعجبهم. تعالوا نبدأ بمخازن مخرب الترندات شخصنها، ولا اقول لك خليك في الاخر عشان نحلي بيك. لا انت خليته للاخر عشان المشاهدات، يعني مو عشان تحلي بيه. انت هذا العرق الحربة اللي عندك لا تشيله، ها خليه موجود تمام. انه مخازن، بعدين شو مسميه مخازن؟ انه مخازن للاخير عشان نتحلى بيه، لا مو عشان تتحلى بيه، عشان العالم تكمل الفيديو للاخر، لانه انت عرفان ردودك والعالم ما راح تكمل الفيديو، فانت خليت مازن الاخير مشان تضمن المشاهدات. يعني اس واي بي تقريبا ملوش اسم، فاحنا هنسميه مجهول الهوية. تعال نشوف بيقول ايه. لا مو مجهول الهوية، انا غيرت الاسم، بس انت شكلك شفت الفيديو قبل ما غير الاسم. انا مجهول الهوية، لا مش مجهول الهوية. كل ما تنتشر غنية ان كانت اجنبية او عربية ما بيوفر الاخ كلياته بده يغنيها بطريقته. بيسمع غنية سورية بيقول لك شو غنية سورية لازم حولها للمصرية، بيسمع غنية اجنبي بيقول لك شو اجنبي لازم حولها للمصري، بده يعمل الدنيا كلها تميد ان ايجيبت. اسطى انت بتتكلم كده ليه؟ صوته يا جماعة الخير هيك بيدخل بالامعاء، بيعمل لك سرطان جوات جسمك. والله انا ما غلطتش لما قلت عجبني فيك انوثتك. قبل ما يعني انه كمان بدك تعيدها كمان مره، يعني انه انت بتضحك. يعني ترى محمد والله العظيم ما حدا عم يضحك عليك، والله العظيم. يعني والله مو لانه الحكي موجه لإلي، بس انه كلامك كتير بايخ وعادي عادي. يعني هذا مو رد. يعني اوكي بدي اجي معك عم تقول انوثي، وين الانوثي بالموضوع؟ يعني انت محمد والله يعني ما بدي احكي شيء غلط على منظرك، بس انت منظرك والله العظيم الواحد بيشفى عليه. يعني انا ما بدي اقعد احكي على منظرك، وبعرف انه بالفيديو الماضي حكيت، وانا والله العظيم ما كنت حابب احكي بهالطريقه واحكي على منظرك ومدري شو. يعني انا ما بحب اتمسخر على مناظر العالم. يعني انا والله ندمت على ذاك الفيديو يا جماعه الخير. حتى اليوتيوب اخذك كشفقه، حتى اليوتيوب حذفت الفيديو اللي كنت قاعد عم تمسخر فيه على منظرك، ورجعت نزلت الفيديو مره ثانيه وحذفت الكلمات اللي قاعد عم تمسخر فيها عليك. يعني انا ندمت واليوتيوب شفق عليك، والعالم كمان صار تبعت لي انه اوكي يعني تمسخر عليه، اللي يبغى مسخره خلي العالم تضحك عليه، بس انه لا تمسخر على منظره، هي خلت الله. في المقاطع تبعوا يا جماعه الخير، اللي مو حاط لايك لهذا المقطع يحط لايك، اللي مو مشترك بالقناه يشترك بالقناه، وفعلوا زر الجرس مشان كل ما انشر فيديو يوصلكم اشعار. ليش حاطط هالتفاصيل انت؟ يعني انه ليش شو بدك بهالتفاصيل انت؟ يعني انه بدك تطول الفيديو، انه شو بدك بهالتفاصيل؟ ما عم بفهم. وحساباتي بالتواصل الاجتماعي رح تلاقوها كلياتها بالوصف، واي فكره بتحبوني انزلها على القناه ابعتوا لي اياها ان كان على الانستا او على التيك توك، او اكتبوا لي تحت بالتعليقات، او اذا في ترندات. خش في الموضوع على طول. اول شيء هو اوكي انه مشان تقول خش في الموضوع على طول، انه هذا رد يعني انه انا كترت الحكي. الزلمه يعني بيحط اوتوتيون كثير على صوته، وهو صوتنا يعني نوعا ما بينسمع، يعني مو هذا صوت النشاز. شكرا. ترند. لا انا ما عم بمدحك هون محمد. هذا الفيديو اللي عملته اظن اول او ثاني فيديو عملته عليك، انا كنت قاعد عم بنتقدك باحترام، وانا لما بدي انتقد العالم بنتقدهم باحترام، بنتقدهم على الشيء اللي عم يعملوه، ما بنتقد الشخص نفسه. فانا بهذا الفيديو غلطت بصراحه لما احترمتك. مو كل شخص لما بنتقده لازم احترمه، بيجي لازم ياخذه كل الترند حرفيا. يعني هذا هو محتواه. ومو بس هيك، كمان في واحد طلع يقلده. هلا رح اجيكم فيديوهات. طيب ما هو ده محتوايا، بجيب ترند وبغنيه بطريقتي، انت فين محتواك؟
مفيش. انت محتواك حبيبي مو تجيب ترند وتغنيه بطريقتك، انت الغنية اللي عم تجيبها نفس الطريقة عم تغنيها بصوتك، بس صوتك خرا انت. فوين المحتوى اللي عم تعمله اذا عم تجيب غنية عم تغنيها نفسها انت بس صوتك خرا؟ يعني انه صوتك مو حلو لحتى تسميه محتوى انه عم تقلد الاغاني لشيء افضل. انا المحتوى تبعي اطلع على هالمناظر اللي مثلك اتمسخر عليها وخلي العالم تضحك عليها، هذا هو محتواي. اما انت محتواك تخرب الاغاني فيديوهات. يعني الله لا يورجيكم اذا هذا الشيء بيضرب موضة عند العالم وبصير كل واحد بده يصير يقلد الاغاني. هو ده ماشي مع القطيع، لقى مجموعة بيقولوا كلام وحش قال لك اما اخش في الهيصة على امل يجيب مشاهدات. الفيديو بتاع لا انا مو ماشي مع القطيع محمد، انا عم بتمسخر مع العالم اللي عم تتمسخر عليك، هيك سميها. انت قول انه هذا كمان صار يتمسخر علي مع العالم اللي صارت تتمسخر علي بالتيك توك، اللي صار هلا اذا بتكتب بالتيك توك بس قول تخريب الترندات بيطلع لك هالمنظر. يعني انت قول هذا الشخص كمان صار يتمسخر علي بعد ما شاف العالم عم تتمسخر علي، هيك عدلها. مو انه قطيع ومع قطيع، لا مو قطيع محمد، انت واحد مسخره وانا عم بتمسخر عليك والعالم كلياتها عم تتمسخر عليك وعم تضحك عليك. انتوا هلا رح سمعكم وانتوا قرروا، انا ما دخلني. ايس كريم ايس كريم ايس كريم ايس كريم. انه انت مبسوط يعني بهالانجاز اللي عم تعمله؟ الحلاوة دي. مين المطرب الجامد ده؟ ما نفس ايس كريم ايس كريم، يعني شو غيرت انت بالغنية؟ ما فهمت. وهلا بهي الغنية غنيتها بصوتي. If you're done with your ex, move on to the next. انتوا شوفوا يعني مشان المشاهدات معلم مو مخلي بنت حلوة بالترند مو حاطة بالفيديو. حطيت كل البنات بس ما حطيتكش. انه يحط بنت هيك او شاب منزل على الصوت، لا بس حاط البنات الحلوين. حطيت البنات الحلوين بس ما حطيتكش. لا لهون وبس محمد، لهون وبس. انه حكيتها مرة بلعتها، بس انه تحكيها مرة تانية انه انت كتير مفكر الرد تبعك قوي لحتى عم تحكيه مرة تانية. يعني قسما بالله ردودك انت جايبها من الشات جي بي تي، عم تكتب بالشات جي بي تي شو بدي ارد عليه لما يحكي لي هيك كلام. شو الردود هي؟ حطيت البنات كلياتهم بس ما حطيتكش. بيغنيها ايه الجمدان ده؟ علشان كده غيرت كلامها وخليته بالمصري وهغنيه دلوقتي وهسيب الحكم. يا جماعة الخير المتابعين اللي عندي من مصر، هل انتوا راضين على هذا الشخص؟ مشان راضي. مشان الله حدا يفهمني، هل عم تحسوا بالفخر لما يجي يقلد الاغاني الاجنبيه او الاغاني العربيه؟ طبعا طالما بالمصري لازم هيحسوا بالفخر. مش عارف ليه المصريين عاملين له عقده. مش مين عمل لي عقده؟ المصريين؟ انه انت يعني ما لقيت حدا واقف معك؟ عم قلت الشعب المصري ما بعرف ايش عاملين له عقده مشان الشعب المصري يقلب علي؟ يعني ترى ما حدا من المصريين واقف معك قسما بالله يا جماعه الخير. نسبه 90% او نسبه 94% العالم مو واقفه معه المصريين، والله العظيم كلياتهم عم يقولوا تبرينا منه وما بدنا اياه ولا يغني باسم المصريين ولا يحكي باسم المصريين، ما حدا بده اياك. والمصريين مو عاملين لي عقده محمد، المصريين هن نفسهم مطايقينك. انت وجودك بالحياه محمد كمصري عم بتخليهم يستحوا منك. انت متخيل حالك قديش شخص تافه ومالك قيمه؟ محتاج حد كفايه الماني اصرف واضيع وافضل. انتوا شوفوا على الانجازات تبعه اللي بتخري شلون قاعد بيهز راسه بيعمل انه هو عامل انجاز. يعني مثل هيك شخص شلون بدك تقدر تخسره بالنقاش او شلون بدك تقدر تنتقده اذا هو متخيل انه العالم كلها غلط وهو بالصح؟ بتعرفوا في كتير اشخاص طلعت باليوتيوب العالم بتكون ماسح الارض فيهم، بس هن لا مقتنعين انه في كم واحد بيحبهم خلاص انه هدول العالم كلياته الانتقاد مشان هو يوقف. لا انت عم تعمل شيء غلط محمد، خلاص انت عم تعمل شيء غلط، لازم تحط هذا الشيء براسك انه انت اللي عم تعمله غلط. مو العالم كلياتها، معقول هالنسبه الكبيره من العالم كلياتها بتكرهك محمد؟ لا انت محتواك خرا، غير محتواك، حسن من حالك مشان العالم تبلش تحبك محمد، لانه ما حدا طايقك. والله طرب والله. محتاج حد كفايه الماني اصرف واضيع وافضل غني. تضحك من تي. طب على الاقل تضحك من تي يعني؟ والله العظيم قسما بالله يا جماعه الخير هذا مو ردود، ما بعرف قديش عمره بس اظن عمره فوق 24 سنه. والله العظيم هذا مو ردود واحد عمره فوق 24 سنه. يعني محمد حط لي الضحكه اللي قاعد عم بتضحك فيها عليك تكررها اكثر من مره مشان تبين قدام العالم انه الضحكه بايخه. لا وبعدين بيرد رد. لا قسما بالله يا جماعه الخير والله العظيم مو لانه ردودي، بس ردوده كتير بايخه، لك ردوده كتير ضعيفه. محمد انا بكل فيديو عم اقول لك غير محتواك، بس اوعى تدخل على الانتقاد، والله مو ظابطه معك. انا ما بعرف يا اخي انت ما عم يزبط شيء معك بالسوشيال ميديا، روح لاقي لك شغله تنفعك يا اخي. شو هالمحتويات هي؟ انا بتعب بجيب اغنيه بغير كلامها بحولها بقى مصري، بغير لهجتها، بغير المزيكا بتاعتها، على الاقل بتعب وبعمل حاجه. انت بقى بتعمل ايه؟ انا بحطك وبتمسخر عليك. انت المحتوى اللي عم تعمله ما له محتوى الواحد بيتعب فيه. انت محتواك ما بيتعب محمد، عم تجيب الكلمات، عم تجيب الميكروفون، عم تقعد بصوتك قدام الميكروفون والعالم كلياتها مو راضي على المحتوى اللي انت عم تعمله. وين التعب اللي عم تتعبه يا رجل؟ مثل هيك شخص مين بده يقدر يقنعه انه اللي عم يعمله غلط اذا مقتنع انه كل اللي حوالينه غلط وهو الصح؟ يا اخي اي انسان طبيعي بيلاقي في انتقادات كثيره عليه، يحاول يطلع على حاله شو عم بعمل شيء غلط. مو دائما العالم كلياتها ضدك، مو دائما العالم كلياتها اعداء نجاح لك، لا ممكن تكون انت الشيء اللي عم تعمله غلط. مشاهدات من اسامي الناس ومسمي نفسه صانع محتوى. النت فصل من جمالك.
يعني انت لكن شو من وين عم تجيب المشاهدات يا محمد؟ عم تجيب مشاهدات من انت عم تجيب غنيه مشهوره عم تغنيها بطريقتك، يعني انت من وين عم تجيب المشاهدات؟ من عم تجيب المشاهدات؟ انت عم تجيب غنيه ضاربه ترند، الزلمه اللي نشر الغنيه تعبان لحتى الغنيه تضرب ترند وانت عم تجي تغنيها بطريقتك، مشان هيك الفيديو تبعك عم يضرب. يا رجل بيقعد بيناقض نفسه، والله العظيم هالشخص غريب. ده انت يا محمد، ده انت عم تفشخ الاغاني فشخ يا اخي، ارحمنا يا اخي، روح غني. بفشخ اي حاجه، خلي بالك على نفسك. انت ما خرجك تفشخ اي حاجه محمد، والله العظيم ما خرجك. بعدين الحكي اللي عم تحكيه انت ما له متناسق مع منظرك، ان كان كوشك ولا كطولك محمد، يعني انت ما خرجك تعمل شيء بالواقع. يعني انت حدك محمد اذا وقفت قدامي يمكن توصل لعند بطني يعني محمد. على كل والله العظيم انا ما بحب احكي بهي المواضيع، بس انه هذا اللي بيحكي كتير يعني انه هعمل ومدري شو، هذا ما خرج شيء. وانت والله العظيم يا محمد مبين عليك ما خرجك شيء. يعني اللي بيم صوته لما يغني هذا ما بظن خرج شيء بالواقع. وردودك هي قسما بالله بتدل قديشك انت واحد بالواقع ما خرجك تعمل شيء. يعني ما بدي اقعد اتنمر على خلق الله، بس ما في شيء بمنظرك بدل انك فينك تعمل شيء بالواقع. محمد سعيد من بعد اذنك لا ترد علي محمد سعيد، يعني ردودك كثير قويه، يعني ما عم بقدر ارد عليك محمد سعيد. يعني انا بدي اعرف شو الشغلات اللي شايفها بحياتك، شو الشغلات اللي عايشه بحياتك لحتى عم يطلع معك هيك ردود. محمد سعيد محمد سعيد من بعد اذنك لا تنزل هيك محتويات، الله يرضى عليك، ولا ترد. يعني محمد سعيد انت لما عم تنزل فيديو معقول ما عم تشوف التعليقات؟ معقول ما عم يوصلك اشعارات؟ ما عم يخطر لك تفوت على التعليقات انه ما في حدا واقف معك؟ ما في غير كم 3 4 وهدول يمكن من اهلك او رفقاتك؟ يعني معقول في انسان بالعالم عم يشوف كل هالانتقادات ولسه مستمر انه كل هالعالم غلط وهو الصح؟ شوف التعليقات يا اخي. اوكي هو مقتنع انه كل هالتعليقات جايه من عند مازن، انه مازن عنده متابعين كتار، بس لا محمد انت العالم من زمان عم تتمسخر عليك، مو من هلا. والعالم ما لها قضية ماشيه ورا الترند اللي كان عم يتمسخر عليك، العالم من زمان عم تتمسخر عليك مو من هلا. فمن بعد اذنك يا محمد حاجه ترد، يعني حاجه تخلي العالم تقلبك مسخره. يعني انا والله العظيم شانك عم بحكي، قسما بالله يا جماعه الخير مو اني عم قلل منه، والله العظيم اني عم بشفع عليه. خلص حاجه ترد على العالم، العالم عم تقلبك مسخره، العالم كلياتها عم تضحك عليك محمد، ما في حدا واقف معك. هي محمد انك تشوف لقطه مثلا واحد عم يحكي عليك وترد عليه بكلمه، هي والله العظيم لا هيك برود الدم ولا لا قصف، هي ردود والله العظيم من شات جي بي تي ما بيجيب لك هيك ردود، ما بعرف من وين جاب هي الردود انت. يعني الشات جي بي تي اذا بروح لعنده بقول له في واحد مسخر علي وقلبني مسخره وخليني عم تضحك علي، ما راح يكتب لي هيك ردود. يمكن انت اذا اقترحت له الردود تبعك يمكن يقلعك من البرنامج كلياته على هيك ردود. على كل يا جماعه الخير هون بدي انهي الفيديو. حاجه يعني الولد قلب مسخره، يعني والله العظيم انا مو بس على حكي عم بحكي، عم شوف العالم اللي عم ترد عليه، والله الكل عم يتمسخر عليه. فبس يا جماعه الخير اللي مو حط لايك على هذا المقطع يحط لايك، اللي مو مشترك بالقناه يشترك بالقناه، واللي مو فاعل زر الجرس يفعل زر الجرس عشان كمان انشر فيديو يوصلكم اشعار. حساباتي بتواصل اجتماعي رح توها كلياتها بالوصف، اي فكره بتحبوني اشوفها، اي فكره بتحبوني اعمل عليها رده فعل ابعثوا لي اياها كان نسوي على التيك توك، او اذا عندكم افكار معينه او ترندات اكتبوا لي اياها تحت بالتعليقات وانا بشوف كل التعليقات تبعكم ان شاء الله. وبس يا جماعه الخير دمتم ودام الشعب ويعيش الوطن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.